متتبعي قناة عوالم مختلفة، إذا مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الذي سنتحدث فيه عن مجموعة من الأشغال التي تعرفها مدينة الرباط. إذا حاليا نتواجد بالطريق المؤدية إلى شارع الحسن الثاني، وهنا الموقع بناء ملعب مولاي عبد الله الجديد الذي يعرف تطورا كبيرا في عملية البناء، خاصة بناء المدرج الأول وكذلك بداية بناء المدرج الثاني، ثم ننتقل إلى الموقع الثاني وهو بناء النفق تحت أرضي الذي يعرفه والذي تعرفه مدينة الرباط، وهو الذي سيصل ما بين شارع النخيل وشارع الحسن الثاني المؤدي إلى الملعب مولاي عبد الله الجديد. إذن كما تلاحظون الأشغال متواصلة في الموقع حيث وصلت إلى المراحل متقدمة. ثم ننتقل إلى بعض الصور التي التقطناها لشارع الحسن الثاني. إذن كما تشاهدون عمليات التوسعة ما زالت مستمرة من خلال الحفر في جوانب الطريق من أجل تمرير قنوات سواء الصرف الصحي أو كذلك قنوات الأمطار أو أنابيب الكهرباء أو الهاتف أو غيرها. إذن أشغال مهمة يعرفها شارع الحسن الثاني كما تلاحظون. إذن سيعرف توسعة مهمة من أجل التخفيف من الاكتظاظ والعرقلة التي تكون بطبيعة الحال خاصة في ساعات الذروة، وكذلك استعدادا للأحداث المهمة التي سيعرفها المغرب. إذن ننتقل إلى الفيديو الذي يبين لنا ويظهر لنا مدى تقدم الأشغال بهذا الطريق. إذن كما تلاحظون الأشغال مستمرة بشكل جيد. إذن مدينة الرباط يمكن أن نعتبرها عبارة عن ورش مفتوح كبير جدا من خلال بناء الملاعب، الطرق، كذلك المرافق الصحية. إذن تتغير بشكل كبير سواء مدينة الرباط أو المناطق المحيطة بها. كذلك إذن كما تلاحظون الأشغال مستمرة. إذن بالنسبة لهذه القنطرة كذلك ستعرف تغيرا مهما من خلال هدمها وكذلك بناء قنطرة جديدة مع توسعتها بطبيعة الحال. إذن في الأخير يمكن أن نقول بأن مدينة الرباط عبارة عن ورش مفتوح وكبير جدا من خلال بناء مجموعة من الأوراش المهمة والتي سيستفيد منها كذلك المواطن المغربي أو المواطن الرباطي بشكل عام. إذا شكرا لكم متتبعي قناة عوالم مختلفة، ولا تنسونا دائما بالدعم من خلال الاشتراك وكذلك وضع لايك وكذلك التعليق على الفيديو. إذا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.